يا صباح الفل، يا رب تكونوا بخير. النهارده كده كان عندنا سوق اسمه سوق التلات. لقيت الطماطم دي رخيصة فيه، جايباها ب25. الطماطم اصلا عندنا ب60. بصوا ما يغركمش القشرة دي، بصوا من تحتها عاملة ازاي، مفيهاش اي حاجة، هي قشرة بس من بره. الطماطم غالية اوي يا جماعة. انا كنت غسلتها وشلت القشرة منها وشلت كل حاجة. بصوا بقى بضيف عليها ايه لما بسبكها: بنجر وفلفل الوان. بنجر علشان يحمر القوطة شوية وعشان فيه فوايد كتيرة جدا، والفلفل الالوان برضو فيه فوايد كتيرة جدا. وبحط جزر برضو عشان بيبقى فيه فوايد كتيرة. انا بحب ادخل اي حاجة فيها فايدة في الاكل عشان عيالي. هنا كانت خلاص دخلت في السوا، بخليها كده تغلي كتير وبسيبها كده. كنت قفلت عليها ونزلت وطلعت، كانت بردت خالص. هضربها في الخلاط كده مع بعض. انا الطريقه دي اتعلمتها من والدتي الله يرحمها، ربنا يرحمها يا رب. هنا كده حطيت مطرح الحله، حطيت شويه زيت وضربت الطماطم. عملت معايا شويه حلوين. هنا كانت دخلت على التسبيكه. لازم تجربوا التسبيكه دي يا جماعه والله. باي حاجه عيالكو نقص كالسيوم او فيتامين حديد اي حاجه، ممكن تدخلوها في اي اكل معاكم على فكره، اي اكل. كنت خلصت كده وكيستها، وكان فاضل بقى عندي شوية فلفل الوان. قلت بدل ما اركنهم في التلاجة ولا برا التلاجة هيبوظوا، قطعتهم زي ما انتم شايفين، بحطهم في الكيس وبحطهم في الفريزر. لما باجي اعوزهم بطلعهم بلاقيهم زي الفل، مش مفهوش حاجة ولا بايظ ولا اي حاجة. لشاورمة فراخ، شاورمة لحمة، لكبدة، اي حاجة.